مديونيات الزمالك لشركة السياحة اللي بيتعامل معاها من سفريات ومعسكرات وغيره 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 90 مليون جنيه. انتوا مقضينها شكك، مقضينها عنوتة، مقضينها هات وحاسبك بكرة مش بمناسبة الفارس الأبيض. نادي الزمالك، تمام؟ نادي الزمالك المفروض ان هو هيشارك في دوري ابطال افريقيا. الف مبروك، الف مليون مبروك يا حبيب اخوك، حلو جدا الكلام ده. طبعا الزمالك مديون بمليارات، بسم الله ما شاء الله عليهم. ده مش كلامي، ده روح راجع حوار وحديث رئيس النادي بنفسه حسين لبيب لما اتكلم وقال لك احنا علينا ديون للضرايب ب3 مليار جنيه. مش كلام العبد لله خالص يعني، تمام؟ فمديون بمليارات للدولة وضرايب وغيره وغيره وغيره، وخد الرخصة. خدها ازاي؟ اسأل المسؤولين حضرتك، اسأل المسؤولين عن كرة القدم ادوا الزمالك الرخصة ازاي. ولكن يا عم خليه خد الرخصة، ما هي ماشية كده عادي يعني بقالها سنين، وفي الاخر يقول لك النادي مدلل، الاهلي مدلل اللي معلوش جنيه البني ادم، لا بره ولا جوه، لا للدولة ولا غير الدولة، لا ضرايب ولا عقارات ولا اوقاف، معلوش جنيه خالص نهائيا، تمام؟ لكن بيقول لك في الاخر الاهلي مدلل والزمالك ما اعرفش ايه. ده انتوا اللي قسما بربي لو في دلال اكتر من كده ما اعرفش اقول لك ايه الحقيقه. المهم الزمالك النهارده بيعلن عن ايقاف قيد جديد لنادي الزمالك. تاني تاني يا ابني، تاني هخش اجيب لك طقم الايقافات من جوه الدولاب. تاني تاني يا عم، تاني وتالت ورابع. طول ما الاسلوب الفاشل والاداره الفاشله والكياده فقط لا غير ما بتعملش اي حاجه غير انها تكيد، هتلاقي الايقافات والفلوس وما اعرفش ايه وبتاع. عمر فرج يا باشا في صفقه انتقاله من ايك السويدي لنادي الزمالك، الفيفا بعد ما الزمالك خلاص الحمد لله فرح، الحمد لله ريح كده تقريبا 5 ساعات من غير اي ايقافات قيد، بيطلع علينا بقرار ايقاف قيد اخر بسبب عمر فرج ومستحقات ايك السويدي ب1,100,000 دولار. ادي جامد عشان جامد ما خدش. كام يا باشا؟ 1,100,000 دولار. ولا سحر ولا شعوذه، والزمالك اصلا مش لاقي يدفع مرتبات، ده كان عمالين بيلموا من بعض عشان يدفعوا يا دوبك تسويات ويتحايلوا على ما اعرفش ابراهيم نضاي، والنبي يا عم الحاج عايز نفسنا نشارك، حاول معانا لم يا عم الحاج حلق هنا ولا فلوس هنا عشان يدفعوا اي حاجه، تمام؟ بعد ما دفعوا وخلاص واللعيبه اصلا ما خدتش مستحقات ورافضه انها اصلا تبدا فتره تدريبيه، جالهم ايقاف جديد. طب وقفنا لحد هنا؟ لا يا باشا، شركه السياحه اللي بيتعامل معاها الزمالك عايزين يرجعوا اللعيبه الاجانب بتوعهم الدوليين عشان المعسكر القادم للاعداد. فالشركه قالوا لهم لا والله ما كان فيه وخلص. ليه يا عم الحاج؟ قال لك ده انت عليك مديونيات، اسمع بقى الرقم. مديونيات الزمالك لشركة السياحة اللي بيتعامل معاها من سفريات ومعسكرات وغيره 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 90 مليون جنيه. فقال لك لا والله احنا اسفين جدا يا فندم، مفيش اي تعامل غير لما تجيب اللي عليك. انتوا مقضينها شكك، مقضينها عنوتة، مقضينها هات وحاسبك بكرة مش هو في كده في الدنيا؟ لا ومبسوط قوي انا رايح اشارك في دوري الابطال. شارك يا عم الحاج، شارك يا حبيبي، وريني هتعمل ايه يا بابا. بالعكس ده انا مبسوط قسما بربي والقرآن الكريم، انا مبسوط جدا ان الزمالك هيشارك في دوري الابطال، لانه هينكشف، لان الزمالك هينكشف. كان بيشارك في الكونفدرالية وعامل لك فيها الغضنفر، بيوصل للنهائي بالعافية ويخسر كمان، بس بيوصل بيقول لك انا جامد قوي، انا مفيش حد زيي. ولما كان بيكسب اوهو كسب الكونفدرالية كأنه كسب الشامبيونز ليج الاوروبي. فانا عايزه يلعب في دوري الابطال. حبيب اخوك اتمنى من كل قلبي وربي ان الزمالك سنويا يشارك في دوري ابطال افريقيا، لانه هينكشف هذا النادي قد ايه انه محتاج تطوير كبير جدا، وانه صعب جدا ان هو ينافس في اي بطولة افريقية، لان هناك مفيش الاحتواء، هناك مفيش لجنة الحكام اللي بتتنقى على الفرازة، مفيش عصام عبد الفتاح اللي تعين رئيس لجنة حكام النهار، مفيش الناس دي كلها. فيا عيني بينكشف طبعا مع قوة الأندية المشاركة، فبتلاقي الزمالك ما بيشاركش بأي حاجة خالص، بيطلع يا مولاي كما خلقتني. أقصى طموحه وصل له من ساعة ما حقق اللقب في 2002 إنه وصل النهائي مرتين،
والمرتين زعل جامد قوي. اول مره من سان داونز معرفش خسر بثلاثيه ولا حاجه زي كده، وتاني مره من النادي الاهلي والقضيه ممكن، مع ان كان عنده فريق الاحلام وتركي الشيخ كان فاتح له خزنه على الاخر وبرضه خسر. انا بقول لك من غير الاحتواء انت مش هتلاقي خالص، مفيش، مش موجود، ما عندناش يا باشا. فده القصه بتاعت نادي الزمالك. ضيف على كده كمان مش بس ايقاف عمر فرج، قول يا عم هيتصرفوا وهيلموا من بعض برضه، وكل واحد يقلب نفسه في قرشين ويدفعوا مستحقات عمر فرج. يلا هيعملوا ايه في ايقاف القيد التأديبي؟ ما هو عندهم ايقاف قيد تأديبي، ولسه حتى وقتنا هذا المحكمة الرياضية الدولية لم ترد أو لم تنظر أصلا هذا الأمر. هل هيكون الإيقاف هيكمل ولا الإيقاف هيبقى جزئي ولا هيتشال؟ انت بقى رايح دوري الابطال، تمام، وانت اصلا مفلس، بقيت على الحديده بعد ما دفعت كل المستحقات دي، واللعيبه ما بتاخدش فلوسها، وشركه السياحه بتقول لك مش هبدا معاك اي رحله داخليه خارجيه معسكر غيره بتنجان غير لما تدفع لي 20% من الديون اللي عليك، هاتوا الفلوس اللي عليكم وكل الامور دي، ومش هتجيب اي صفقه. وريني نفسك في دوري الابطال بس، يا رب ما تزعلش في دوري الابطال، اتمنى ترجع مش معيط من دوري الابطال بس.